السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ النهارده يوم جديد وفيديو جديد، وزي ما متعودين نبدأ الفيديو بالصلاة على الحبيب. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. وكمان ما تنسوش دعموني بلايك، اللايك يا جماعة اوعوا تنسوا، يعني اول ما تدخلوا الفيديو كده اضغطوا على طول على اللايك. النهارده الفيديو مختلف تماما. النهارده يا جماعة اخداكم كده جولة في شقتي. لا عشان ما اكذبش عليكم، هي مش شقتي، هي شقه ايه، حماتي. بس انا ايه قاعده معاها يعني وكده. فعايزه اقول لكم بقى، عايزه اعمل لكم كده جوله في الشقه، وبالذات بقى بعد ما ايه ما جبت حاجتي، يعني او مش حاجتي كلها، بعض الحاجات بتاعتي فيها. فيلا بينا نبدا الجوله. بصوا بقى يا جماعه، اول ما تدخلوا كده من الباب بتاع الشقه تلاقوا ايه، الانتريه على طول. ماشي، دي الصاله، صالة مش ريسبشن، تمام. فيها الانتريه ده، وفيها السفرة دي زي ما انتم ما شايفين كده، انتريه والترابيزة الصغيرة دي بتاعت الانتريه. ومشكلة بقى هنا الصالة ان كل حاجة مفتحة على بعضها، يعني زي ما انتم ما شايفين كده. هنا حاطين الشاشة فوق السفرة على طول، وعايزة اقول لكم من وقت ما اتحطت الشاشة دي الانتريه اتمرمط بجد، اه والله العظيم. آه الغرفة دي غرفة حماتي. ده المدخل بتاع المطبخ والتويلت. دي معلش عشان الرينج لايت محطوط عشان الإضاءة هنا ضعيفة. دي غرفة البنات، ودي غرفتي. بس زي ما انتم ما شايفين الصالة هي دي كلها مكوناتها ما فيهاش اي افتكاسات ولا اي حاجة كده في الايه، في البسيط يعني. يلا بقى بينا نبدأ بغرفة البنات. بصوا بقى يا حبايب قلبي، دي اول غرفة، تمام، اللي هي جنب باب الشقة على طول. حاطة فيها غرفة البنات، يعني مخليها غرفة للبنات، تمام. فيها ايه بقى؟ فيها السريرين دول زي ما انتم ما شايفين. هما بصوا موديلاتهم قديمة شوية، بس ايه، بس ان شاء الله لما نجيب شقة وكده، باذن الله باذن الله وربنا يرزقنا كده وهنجيب ايه، كل حاجه جديده باذن الله. وكومود كده، تمام، حاطه عليه بس الراوتر وصوره بنتي اللي هي حطاها دي، تمام. والكومود اصلا يعني هنا هتلاقوا الاكسسوارات في الدرج ده، وتحت كده حاطه الكتب، تمام. طبعا بقى عايزه اقول لكم ان هم فرحانين جدا ومبسوطين ان ايه، ان انا جبت لهم ايه السراير بتاعتهم هنا. والستاره دي بقى برضو يعني مش جديده، قديمه برضو، تمام. طيب هنا بقى في تابلو كده باباهم حطه، آه في يعني ايه صوره وكده، صوره الفلق، تمام. طيب نيجي بقى هنا كده، ده الدولاب بتاع البنات. في بس ايه هدومهم هم، يعني هدوم البنات بس. والمروحة دي بتاعت حماتي، مش بتاعتي، مش بتاعت البنات، يعني لان هم ايه، في اهو مروحة ايه ليهم وكده. فبصراحة الغرفة بتاعتها بصراحة يعني مليانة حاجات كتير 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 كده، فايه، فما كانش ينفع خالص ان ايه، ان انا يعني ملهاش مكان في الغرفة هناك بس. وهنا دي هوريكم كده، استنوا اشيل الاضاءة. هنا دي تسريحة، مش تسريحة، هي جزامة فيها الشوزات بتاعتهم. وكمان هم بيسرحوا فيها، يعني المراية بتاعتها وكده، فهم مستغلينها ايه كتسريحة مش جزامة بس. والدرج ده بقى حاطين فيه توك ومش عارف ايه وشوية حاجات كده، تمام. وهم بيستخدموها بس كتسريحة بس. هي دي غرفة البنات، قولوا لي بقى ايه رأيكم فيها؟ تمام. بصوا يعني احنا اللي نقدر نخلي المكان حلو ونظيف بايدينا. لو مكان حتى يعني مش متوضب مش متبيض، في حاجات كتير، تمام، بس احنا نقدر ان احنا نخليه شكله حلو. وزي ما انتم ما شايفين حط لهم بس ايه المشاية دي
ما بين السريرين، لان هنا المكان صغير فمش هينفع فيه سجادة. لان يعني في بيتنا القديم لما كنا في بيتي وكده كان في المشاية دي ما بين السريرين، وكان في سجادة تانية كبيرة. انا دلوقتي حطاها في غرفة النوم، ان انا ايه اللي انا هوريها لكم دلوقتي. فيلا بينا بقى نشوف ايه غرفة النوم. بصوا بقى يا بنات، دي الغرفة التانية اللي هي غرفتي. تمام، زي ما انتم شايفينها كده غرفتي كاملة متكاملة. يعني انا كنت دايما بصور الفيديوهات وايه، وكانت يعني غرفتي مش كاملة. بصوا حاطة السرير كده زي ما انتم شايفين. تمام. آه ده شباكين. تمام، دول شباكين، والشباكين على الشارع طبعا. يعني ده شارع جانبي وده شارع اللي هو الاساسي يعني. تمام. عايزه اقول لكم بقى يعني الستاير مش بتاعتي عشان ايه ما اكذبش عليكم. بصوا السرير محطوط كده. عايزه اقول لكم بقى يعني قبل العيد كده جوزي حط لي ايه الليد ده. تمام. بالشكل اللي انتوا شايفينه ده بيدي شكل حلو جدا لما تكون الغرفه كده ضلمه ما فيهاش اي حاجه. جنب السرير اخد كومودين واحد، الكومود ده. تمام. زي ما انتم شايفين، دي بقى التسريحة كانت وحشاني 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 وحشاني. اه والله العظيم، زي ما انتم شايفينها كده. تمام، مترتبة زي ما انتم ما شايفين. هنا الكومود التاني، بس دوت بصراحة بقى مش بتاعي يعني. ده ما كانش ليه مكان في غرفة حماتي، ف خليته هنا ومرضتش اجيب الكومود التاني بتاعي. تمام. ودي طبعا الشاشة دي برضو بتاعتي. تمام، مش دايما بشغلها يعني، اكتر القعده دلوقتي في الريسبشن بس. تمام. وده الدولاب محطوط كده زي ما انتم شايفين، وهي دي الغرفه التانية يعني ما فيهاش تفاصيل كتير. تمام، بس الحمد لله يعني تمام الدنيا. تمام، والامن مستتب وكل حاجه. لكم يا بنات الموديل الغرفه بتاعتي قديم بس عايزه اقول لكم يعني انا اترد روحي كده لما ايه، لما جبت الغرفه هنا وحطيتها. تمام، يعني روحي كده اتردت فيا، مع ان الموديل بتاعها قديم زي ما انتم شايفينه، ده بقالها 17 سنة. بس ايه يعني حاجتي وانا بحبها. هي اتبهدلت طبعا زي ما انتم شايفينها، بصوا مقشرة وكده. بس ان شاء الله هجددها. مش هقدر اقول لكم ان انا مثلا هشتري غيرها، لا مش هشتري غيرها لان الغرف غالية جدا. بس على قد يعني ما اقدر ان انا هحاول ان شاء الله اجددها. وهجددها فين ان شاء الله لما ابقى ايه اجيب شقة وكده باذن الله. بصوا بقى الغرفة التالتة مش هقدر طبعا ان انا ايه اصورها لكم عشان دي عليها حظر تجوال. تمام، يعني تحت الإقامة الجبرية كده. فمش هصورها بصراحة عشان دي غرفة حماتي وكده. فليها بقى خصوصياتها وكده، فتمام. بس هي التانية يعني الغرفة التانية يعني ايه فيها سرير، فيها آم، كنبة استوديو، فيها كرسي انتريه، فيها ديب فريزر، فيها التلاجة بتاعتي اللي هي الخاصة بتاعتي انا. لان يعني الناس اللي كانت متابعاني في القناة التانية مش عارفة، يعني الناس اللي متابعاني هناك في القناة التانية الكبيرة هم ولا لا. اللي هنا كنت حاطة في الكورنر ده كده. تمام، ما بين العمود كنت حاطة التلاجة بتاعتي. تمام. فطبعا بعد التسريحة ما جت، ما كانش ينفع خالص ان انا ما اجيبش التسريحة، علشان طبعا عايزة اقول لكم ان هنا شايلة بلاوي بلاوي اقسم بالله يعني. كان في حاجات كتير مش لاقيه لها ايه مكان. حتى هنا بصوا الصب حطاه هنا. فمش مشكله لحد ما ربنا يكرمني ان شاء الله واحط كل حاجه في اماكنها والدنيا تبقى تمام. يلا بقى بينا جولة بسيطة كده بسرعة في المطبخ. تمام. وطبعا المطبخ هيكون ليه جولة تانية خالص بإذن الله، هعملها لكم كده بالتفصيل. يلا بينا. بصوا بقى يا حبايب قلبي، ده المطبخ. تمام، طبعا زي ما قلت لكم انا هعمل لكم فيه جولة كاملة بكل تفاصيلها. بس انا يعني ايه حبيت برضو ان انا ايه اوريه لكم كده عشان تبقوا شايفينه وعارفينه. طبعا الفيديو الجاي باذن الله هيكون فيه تجديدات للمطبخ، فطبعا يعني لازم تنتظروني وتستنوني في التجديدات الجديده. هنعمل اعاده تدوير كده للمطبخ. انا عارفه ومتاكده جدا ان هو هيعجبكم ان شاء الله بعد التجديد.
باذن الله. فانتوا انتظروني في الفيديو الجاي، هنعمل التجديد وبعدها ان شاء الله ناخد جولة كاملة متكاملة. بتمنى تحطوا لي اللايك، واشوفكم في فيديو جديد واقول لكم السلام عليكم.